انا دلوقتي عاوز اعرف راي الناس اللي كانت بتدافع عن وسام ابو علي. ما كنت عامل فيديو قبل كده وبهاجمه، كله بيقول لك لا ده لازم اللعيب يشوف مصلحته ومش مصلحته وما تسمعش كلام السوشيال ميديا. ادي اللي احنا قلناه النهارده اتنفذ النهارده. اللعيب جه خش يعمل قياسات، قال لك لا عايز اقابل كابتن محمد يوسف. قابل محمد يوسف وكان بيتكلم بطريقه زي الزفت مع محمد يوسف. الواد الوكيل بتاعه محفظه كلمتين وماسك فيهم. العقد شريط المتعاقدين يا عم وسام، انت عقدك لسه 4 سنين مع النادي الاهلي، هنسيك فيهم الكوره، مش عايزين ال 10 مليون اللي احنا كنا عاوزينهم. انت بس تقعد لحد شهر يناير على الدكه وتستمنى ان انت تشارك حتى لو 5 دقايق، ده اقل حاجه تتعمل معاك. بجمله احنا خسرنا ماتش وانت كنت بتلعب فيه الماتش بتاع بالميراس كان بنص مليار، بجمله الفلوس اللي انت هتجيبها. وبعدين احنا لو وافقنا على اللي بيعمله وسام ده مش هنخلص. انت عندك لعيبه كتير، لو اي لعيب جاله عقد والاهلي ما وافقش هيعمل نفس الاسلوب اللي بيعمله وسام ابو علي. والناس بتقول لك الواد اسد الحملاوي الخطيب فرط فيه، لا ولا اسد الحملاوي ولا حمار الحملاوي. احنا اتقفلنا من الصنف كله، احنا اتقفلنا من الصنف كله. كنت بتقول لي البرازيليين هم اللي بيتمردوا، اقسم بالله برونو سافيو اللي احنا سيبناه ده عشان المعرس كولر كان رباط الجزمه برقبته وكان احرف منه. انت قعدت 18 مباراه الماتش السنه اللي فاتت يا وسام بيه، ما جبتش غير هدفين، وقلنا الكلام ده قبل كده. والاهداف اللي انت سجلتها في ال6 مباريات بتوع النحاس اهداف اي حد كان يجيبها. احنا عندنا ناشئين النادي الاهلي افضل من الفلسطينيين وافضل من اي حد. عندك حمزه عبد الكريم وبلال عطيه، بايرن ميونخ وبرشلونه كانوا عاوزينهم، ما ياخدوا فرصه. وروبيرو ده مش بيقول لك انا بحب الناشئين، ما يديهم فرصه. مش هنرجع تاني تحت رحمه محمد شريف. محمد شريف بيجيب جون ولا 2 ويضيع 10. عندك محمد ياسر هتغلط غلطه العمر لو طلعت محمد ياسر بيع او اعاره. محمد ياسر في الطول بتاعه اطول من وسام ابو علي وبيلعب هيدر احسن من وسام ابو علي. انا مش عارف قصه محمد ياسر دي ايه مع مجلس اداره النادي الاهلي، يطلع 4 سنين اعاره وما نستفادش منه. اللعيب كان بيقدم مباريات في منتهى الجمال وبيحرز اهدافه والكلام ده. ما اعرفش ايه قصه محمد ياسر اللي انت مش عاوزه. ما تسيب محمد ياسر معاك لحد شهر يناير، سيب معاك محمد ياسر لحد شهر يناير. لعيب 193 سم، اطول من وسام، اطول من الشناوي، طول سيحه، وانت شاله على دماغك. ما لعيب محلي، ما تسيبه يقعد معاك لشهر يناير ويحكم عليه، ياخد فرصه ويحكم عليه. وبالنسبه لوسام وسام يقعد سنه ولا سنتين مش هيفرق مع النادي الاهلي، عشان يعرف ان الله حق. يعرف ان الله حق. ده بني ادم نمرود، بني ادم نمرود. الظاهر ان وسام ابو علي ما سمعش عن النادي الاهلي قبل كده، وبني ادم كل اللي جواه غير اللي على لسانه. وفي المباراه بتاعت فلسطين قال بيعيط ويترموا في الارض، صعبان عليه الفلسطينيين. انت ما صعبش عليك حد يا ابني، انت عايش اصلا بلا وطن، اصلا ما عندكش انتماء لاي حد. يعني انت كان صعبان عليك الفلسطينيين وعاوز تروح تعيش في امريكا اللي بتضرب الفلسطينيين؟ يعني مش امريكا دي اللي بتضرب الفلسطينيين باسلحه؟ امريكا دي بتضرب اسرائيل، بتضرب بيها، وما تعرفش اسرائيل اللي بتضرب لوحدها ولا معاها امريكا. عاوز تروح تعيش في امريكا وكنت بتتمرمغ في الارض عشان خاطر تفرح الشعب الفلسطيني. انت عيل بكاش ولا ريك ريحه اللازمه، اقسم بالله. بس هي ارزاق، انت ما كانش حد عارفك ولا كان حد يعرف عنك حاجه. كانت في لعيبه كتير احسن منك، بس رزقك جالك لحد عندك، رزقك جالك لحد عندك. الواد جريديشار ده اول ما جه كان منتج عنك، اول ما جه كان منتج عنك، وللاسف انت خدت حق اكتر منه جريديشار. انت كنت بترجع ومسواك زي الخرا وبيلعبوك اساس وجريديشار قاعد بره. ما هي كده، الناس اللي زي دي بتعض الايد اللي بتتمد لها، بيعض الايد اللي بتتمد له. اقسم بالله العلي العظيم انا بقى تفرق معايا انت
لو هنخسر اي بطوله وانت ما تشاركش، انت لو شاركت في اي مباراه للنادي الاهلي انا هبقى ضدك. جاتك القرف في منظرك، عيل زباله واطي دنماركي، والسم الدنمارك كلها عشان خاطرك يا عم.